side, know it's right here by my side, baby, I just wanna die. I'm sorry, Miss Jackson. شكرا أحبتي على كل التعليقات الرائعة على آخر فيديو، وهذه بعض من تعليقاتكم الجميلة. بعد أن التقت ميانجو بالمحققة الخاصة والتي عينتها في البحث عن حقيقة موت سونا، أخبرتها المحققة أن موت سونا لم يكن عرضيا فقط، بل حاول أحد الأشخاص قتلها، وبالفعل قد نجح بفعل ذلك. كما أنها قد أخبرتها أن كاميرات المراقبة قد رصدوا امرأة في ذلك اليوم، ولكن وجه تلك المرأة لم يكن واضحا في كاميرات المراقبة. وأخبرتها أيضا أن السيد غوشياو يلاحقها ويحاول أن يعرف في خلفيتها، لأنه يشك في هويتها الحقيقية بأن تكون زوجته سونا. نعود إلى زوج ميانجو، والذي نعرف أن الفتاة الغنية تحبه كثيرا، كما أنها حاولت أن تقترب منه وأعدت له الحساء المفضل، لأن ميانجو قد أخبرتها بذلك. عندما تذوق الحساء الذي أعدته الفتاة الغنية، أدرك أن ذلك الطعام لم يكن غريبا عليه. فجأة تذكر ميانجو والتي كانت تعتني به في الماضي قبل أن يتدمر كل شيء، حيث كانت لطيفة جدا وتعتني به. تعترف الفتاة الغنية بمشاعرها لزوج ميانجو، وتخبره أنها تحبه كثيرا منذ زمن بعيد، في حين أن زوج ميانجو كان منصدم تماما، لأن الحساء يشبه حساء ميانجو التي كانت تعده. فجأة تأتي حبيبته والتي تضرب الفتاة الغنية وتخبرها ماذا تفعلين مع زوجي، فتبدأ في إهانة الفتاة الغنية. بعدها تغضب الفتاة الغنية كثيرا وتخبرها أن تبتعد عن هايشين، لأنه شاب طيب لا يستحق أبدا أن يتزوج بفتاة ماكرة مثلك. تخبرها لماذا أنت غاضبة الآن؟ ألم تسرقي هايشي من زوجته السابقة ميانجو؟ أنا أفعل مثل ما تفعلين. أعرف بالفعل أنك قد خططت لكي تقتلي ميانجو وأن تستولي على مكانتها الغنية. كانت تثق بك كثيرا وتعتبرك بمثابة أختها وصديقتها المقربة، وأنت ماذا فعلت مقابل ذلك؟ لقد سرقت زوجها وحياتها منها. تطلب حبيبة هايشي من الفتاة الغنية أن تتوقف عن الأكاذيب، وتخبرها أنها لم تسرق أي أحد من أحد، فهايشين هو الذي كان يحبها منذ البداية. أما عن ميانجو فلقد تزوجها من أجل مصالحه الشخصية فقط. تخبرها أنها ليست الشخص الذي سيلام في النهاية، فكلهم متورطون في هذه القضية. تدعي أنها سيغمى عليها. يخبر هايشين الفتاة الغنية أن تتوقف عن هذا الحديث، لأن ميانجو قد توفيت بالفعل، ولا فائدة أبدا في التحدث عن أمور الماضي. تخبره الفتاة الغنية، ولكن ميانجو قد توفيت بقلب مكسور. بعدها تغادر. يخبر هايشين حبيبته أنهم قد أخطأوا كثيرا في حق ميانجو. بعدها نعود بذكريات هايشين عندما كانت ميانجو في المستشفى، أو بالأحرى سونا، واعتقد أن سونا هي ميانجو. كان برفقة حبيبته، ونرى أنهم قد اتفقوا على أن ينهوا حياة سونا في اعتقادهم أن سونا هي ميانجو. وكان هايشين لا يبدو عليه السعادة أبدا، كما لو أنه كان مجبرا. أما عن حبيبته فلقد كانت سعيدة جدا، لأنها وأخيرا قد تخلصت من ميانجو في اعتقادها. وبهذا فإن سونا تموت بدل ميانجو وتضحي بحياتها من أجلها، فتعيش ميانجو حياة سونا في القصر في نفس الوقت. تخبر ميانجو غوشياو أنها ستذهب في رحلة تخييم برفقة الفتاة الغنية. بعدها يخبرها غوشياو: حسنا، لقد سمحت لك بالذهاب. تخبره ميانجو: ومن طلب إذنك؟ سأذهب. يخبرها أن تنتظر ويعطيها بطاقته الائتمانية، ولكن ميانجو ترفض أن تأخذها وتخبره أنها لا تحتاج إلى ماله. صدم غوشياو لأن هذه هي المرة الأولى التي ترفض فتاة بطاقته الائتمانية اللامتناهية. ترى الخادمتان هذا الموقف ويصبحون يتحدثون فيما بينهم. تخبر الخادمة زميلتها أن شخصية ميانجو مختلفة تماما عن شخصيتها في الماضي. تدعو عليها صديقتها وتخبرها أن شخصيتها الحالية مناسبة تماما لغوشياو المغرور، فلقد أحطت من غروره كثيرا. وتخبرها أنها تحب شخصيتها الجديدة كثيرا. يسمعهم غوشياو والذي يغضب كثيرا ويطلب منهم أن يعملوا، وإلا فإنه سيطردهم، وذلك لأنه لم يتحمل أبدا أن تسخر منه الخادمات وأن يمدحوا ميانجو. نرى أن ميانجو برفقة الفتاة الغنية. تخبر الفتاة الغنية ميانجو أنها قد تشاجرت مع زوجة هوايشي في آخر مرة، وذلك لأنها كانت تحاول أن تبعدها عنه.
تخبر الفتاة الغنية ميانجو أنها قد نعتت زوجة وايشي بأنها فتاة شريرة، وأنها حاولت أن تقتل زوجته السابقة ميانجو، كما أنها لا تستحق أبدا المكانة التي هي عليها. تنصدم ميانجو وتخبر نفسها أن الفتاة الغنية قد نعتت زوجة هايشي بأنها قاتلة، ولكنه لم يبدي أي ردة فعل. كان عليه أن يغضب أو أن ينعتها بأي شيء آخر عدا أن يسكت. بعدها تبدأ تشك ميانجو في زوجة هايشي بأنها هي التي قتلت سونا، وتخبر نفسها لا توجد أي امرأة ثانية تكرهني أكثر منها، ربما كانت تحاول أن تتخلص مني برفقة هايشي. ولكنها تخبر نفسها أن هايشي على الرغم من كل شيء لا يمكنه أن يفعل شيئا مثل هذا. بعدها نرى أن حبيبة هايشي تراقب ميانجو الفتاة الغنية وتطلب من الرجال أن يأتوا وأن يمسكوا بهم. تكون الفتاة الغنية خائفة جدا فتتصل بغوشيا وتطلب منه النجدة. يأتي غوشيا ويحمي ميانجو الفتاة الغنية، ولكنه يصاب بدلا منهما. تكون الفتاة الغنية خائفة جدا على غوشياو فتعتذر منه وتخبر نفسها أنها هي السبب لأنها قد دعته لكي ينقذهما. إلا أن ميانجو تخبرها أن هذا ليس خطأها، بل خطأ حبيبة هايشي هي التي حاولت التخلص منهما. بعدها يتم نقل غوشياو إلى المستشفى، وهناك تكون ميانجو خائفة جدا عليه وتخبر نفسها أنه إذا استيقظ فستعترف بمشاعرها له. فجأة يستيقظ غوشياو، تفرح ميانجو كثيرا وتخبره أنها كانت قلقة جدا عليه وأنها آسفة، وفي كل مرة يحاول أن ينقذها يتأذى هو بدلا منها. تخبره أنها تريد أن تخبره بأمر مهم جدا، ولكنها فجأة تقرر أن تخبره لاحقا. بعدها تذهب الفتاة الغنية لكي تلتقي بهايشي والذي يقوم برفقة حبيبته. يكون هايشي غاضبا جدا من حبيبته ويخبرها أن في المرة السابقة قد ساعدها، ولكن الآن لن يكون بجانبها أبدا. تكون ميانجو تراقبهم من بعيد. بعدها يخبر هايشي زوجته أنه يريد أن ينفصل عنها. تخبره أنها ليست موافقة أبدا وألا يتركها، وتتوسل إليه، ولكنه يخبرها أنه قد صمم على الانفصال. تخبره أنه لا يمكنه أن يفعل ذلك، فهي التي بنت تلك الإمبراطورية، فلقد ساعدته في بنائها وهو يعرف كيف فعلوا ذلك. وتخبره الآن تتخلى عني بكل سهولة بعد أن أصبحت مالكا لكل الشركات. أنت حقا شخص لا يؤتمن أبدا. كان علي أن أعرف ذلك منذ البداية. عندما تخليت عن ميانجو يمكنك أن تتخلى عني في نفس الوقت. ينصدم هوايشين كثيرا لأن المرأة التي أحبها الآن أصبحت تخبره بأمور الماضي والذي فعلها فقط من أجلها، وتخلى عن الفتاة التي كانت تحبه ميانجو. تكون ميانجو تراقبهم وتخبر نفسها هذا هو جزاء ما فعلتموه بي. في الحقيقة أنتما الاثنين لا أحد منكما يؤتمن، فلقد غدرتما بي بعدما كنت أعتبركما أعز شخصين في حياتي. نرى أن حبيبة هايشين بدأت في فقدان عقلها وأصبحت تضحك وحدها. بعدها تخبره الفتاة الغنية أن عليهما أن يغادرا وألا يقترب من هذه الفتاة المجنونة. تصبح تشير حبيبة هايشي إلى الباب عندما رأت ميانجو، وتخبر أن كل شيء قد حصل بسبب تلك الفتاة. تخبره أنت محق، ميانجو لم تمت أبدا، بل لقد عادت لكي تنتقم منا واحدا تلو الآخر. يعترف هايشين بكل شيء للفتاة الغنية ويخبرها أن هذه اللعنة هي لعنة ميانجو ستلاحقه طوال حياته، ويخبرها أن ميانجو كانت تحبه كثيرا وكانت تعتني به، وهي الفتاة التي ساعدته ليصل إلى هذه المكانة، وهو في المقابل قد تخلى عنه. ينهار ويبدأ في البكاء ويخبر ميانجو أنا آسف جدا عما فعلته بك، أنا حقا لا أستحق أبدا أن يحبني أحد في هذا الحياة. يخبر الفتاة الغنية أن تبتعد عنه لأنه سيؤذيها على كل حال مثل ما فعل بميانجو، ولكنها تقترب منه وتخبره أنه لن يفعل ذلك لأنها تحبه ولن يؤذيها، فقد عرف خطأه. وتخبره بما أننا إنسان فجميعنا نخطئ، ولكن هايشي يخبرها أن خطأي كبير لا يغتفر. لن أسامح نفسي أبدا على خيانتي لميانجو وما فعلته بها. في نفس الوقت تكون ميانجو تراقبه وما يحدث معه، وتخبر نفسها أعتقد أنه قد دفع الثمن وأنه بالفعل يستحق ما يحدث له. تخبره الفتاة الغنية أننا لا نعرف أبدا قيمة الأشياء التي نمتلكها إلا بعد أن نخسرها.
لاحقا تعود ميانجو برفقة غوشياو إلى قصرهم وتعترف بمشاعرها لغوشياو، وكانت تخطط أيضا أن تخبره الحقيقة أن سونا قد توفيت، ولكنها لم تكن تمتلك تلك الجرأة. لاحقا يعود غوشياو إلى عمله، وهناك تأتي المساعدة الشخصية ويسألها عن شخصية سونا لأنها كانت تعرفها من قبل. تخبره المساعدة أنها لم ترى أي فتاة طيبة مثل سونا، كما أنها كانت دائما ما تتعرض للتعنيف من قبل والدتها، ولا يمكنها أن تقول لها لا أبدا. كانت تمتلك شخصية ضعيفة ولكن قلبها كان طيبا. لاحقا تقرر ميانجو أن تذهب إلى الفتاة الغنية لكي تتحدث معها وتخبرها الحقيقة، وهناك تلتقي بهايشي والذي كان أيضا يريد أن يلتقي بالفتاة الغنية. فجأة تأتي والدة سونا والتي تبدأ في ضرب ميانجو، وكانت تعتقد أن ميانجو هي نفسها سونا، إلا أن ميانجو قد دفعتها بعيدا وأخبرتها أن تبتعد عنها. تنصدم والدة سونا كثيرا لأنها لم تعهد أبدا أن ابنتها تقوم بالرد عليها. يحاول هايشين أن يتقرب من ميانجو ويعطيها الجاكيت ويخبرها هل أنت بخير. يخبرها أريد أن أطلب منك طلب، على الرغم من أنك لست زوجتي ميانجو، ولكنني أريد أن أعتذر منك بدلا منها. تخبره ميانجو كلا، عليك أن تكون صادقا بهذا الاعتذار، وتعطيه الجاكيت وتغادر. لاحقا نرى أن غوشياو قد اكتشف الحقيقة، حقيقة أن ميانجو ليست سونا الفتاة الذي من المفترض أن تتزوج به، وأنه طوال الفترة الماضية كان يعيش مع فتاة أخرى ووقع في حبها أيضا، واكتشف أن تلك الفتاة تدعى ميانجو، وهي بالفعل زوجة هايشين الذي كان يعتقدها في كل مرة يلتقي بها بأنها زوجته. تأتي مساعدة غوشياو وتعتقد أن ميانجو هي نفسها سونا، وتخبر ميانجو أن عليها أن تتحدث مع غوشياو، وتخبرها أيضا أن غوشياو بالفعل يحبها كثيرا. تقرر ميانجو أن تعترف بكل شيء لغوشياو وأن تخبره الحقيقة، وبالفعل يأتي غوشياو ويجلس مع ميانجو. تخبره ميانجو أن لديها أمرا مهما تريد أن تخبره به. يقول لها غوشياو أنا أستمع. تخبره ميانجو بكل القصة وكيف أن الخدم قد أخطأوا بها وأحضروها إلى هذا القصر، وأنها بالفعل كانت تخطط للهرب، ولكنها عندما ذهبت معه إلى الجنازة هناك اكتشفت أن تلك الجنازة تكون جنازتها، لذلك لم تكن تملك مكانا لتذهب إليه. وفي ذلك اليوم قد اكتشفت أن سونا قد توفيت بدلا منها. تعتذر منه وتخبره أنها كانت أنانية جدا، فكل ما كانت تريده هو الانتقام فقط، ولم تفكر أبدا أنها ستقع في حبه. يخبرها غوشياو أنه قد وقع في حب شخصيتها الحقيقية ميانجو وليس سونا. يخبرها لاحقا أنه يريد أن يأخذها إلى مكان ما. بالفعل تذهب ميانجو مع غوشياو إلى أحد المنازل والتي تكون قديمة نوعا ما، وهناك يخبرها أن هذا المنزل هو منزل والدي سونا الحقيقية، وسونا ليست ابنة الخادمة، وأخبرها عن السبب الحقيقي الذي دفع بسونا على الموافقة بهذا الزواج، وهو أن تنقذ حياة والدتها الحقيقية. تشعر ميانجو بالحزن الشديد على سونا، وتقرر أن تعطي كل ممتلكاتها القديمة إلى عائلة سونا، وذلك تكفيرا عن الذنب موتها بدل منها. ولكنها لم تستطع أن تخبر والديها أن ابنتهما قد توفيت وأنها هي فتاة تشبهها فقط. قد يكون غوشياو برفقة ميانجو ويخبرها أن الشرطة قد اعتقلت هايشي وحبيبته والآن هم في السجن، سيدفعون ثمن كل ما فعلوه بك. بعدها تصبح ميانجو تبكي ويخبرها غوشياو ما بك. تخبره أنها حزينة جدا على سونا، لم يكن من المفترض لها أن تموت بدلا منها. يخبرها غوشياو أن الأمر قد حدث بالفعل ولا يمكنهم أن يغيروا أي شيء، ولكن يمكنهم أن يفعلوا شيئا جميلا، وهو أن يساعدوا عائلة سونا وأن تكمل ميانجو في تمثيلية أنها ابنتهم وأن تعيش حياة سونا، لأن سونا قد قدمت لها هذه الهدية. وتكون نهاية الدراما هو أن ميانجو ستعيش حياة سونا إلى الأبد برفقة الشاب الذي جمعها به القدر فقط. أتمنى أن تكون نهاية الدراما قد نالت إعجابكم أحبتي. لا تنسوا التعليق على هذا الفيديو لأنني سأضع أفضل 5 تعليقات نالت على أكبر عدد من اللايكات في مقدمة الفيديو القادم إن شاء الله.